السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية المستهلة بأبرز العناوين. وزارة التعليم تدعو للتشجيع وحفظ الإنجازات المحققة ببرامج محو الأمية. حاكم إقليم شمال البحر الأحمر تعقد سيمينارات للمواطنين. تدريب الشباب في إقليم عنسبة بمختلف المهن. قصف إسرائيلي يستهدف مطار حلب ويخرجه عن الخدمة. بايدن يرفض تصنيف روسيا كدولة راعية للإرهاب. توقع صيني بأجواء تايوان ومسيرات متطورة تدخل خط المواجهة. إلى التفاصيل. دعت وزارة التعليم في رسالتها بمناسبة 8 سبتمبر اليوم العالمي لمحو الأمية لتشجيع وحفظ الإنجازات المحققة ببرامج محو الأمية. وذكرت الرسالة أن الاحتفال باليوم العالمي لمحو الأمية هذا العام تحت شعار ليس التغيير في مراكز محو الأمية مناسب فقط في مكان العمل، بل يجب أن يستوفي تقديم دروس متساوية وكفؤة للمواطنين عبر خلق أساليب مختلفة، مشيرة إلى أن المراكز المختارة للتدريس تساعد في تأكيد التعليم المقدم بكفاءة، بالإضافة إلى متابعة جادة وعمل دؤوب. وذكرت الرسالة أن تعليم محو الأمية للكبار قدم هذه السنة في 796 مركزا، كانت نسبة 62.5% منها في الخيام التقليدية، و22.5% تحت الظلال، و15 في ساحات المدارس. ونظرا لتأثيره المباشر على النتائج الأكاديمية يجري العمل المنسق لخلق آفاق مهمة تساعد في تحسين وتقديم دروس تساهم بدورها في رفع الإمكانيات. وقد توقفت أنشطة تعليم الكبار نتيجة لكوفيد-19 إلا أنها استئنفت هذا العام، وشارك فيها 30,275 مواطنا، أكمل منهم 88 التعليم بانتظام حسب تقرير الوزارة الصادر مؤخرا. وتذكر الوزارة بتجدد العهد لتطبيق شعار فلنعمل بالتنسيق حتى لا تبقى نقطة أمية في البلاد. ويعتقد بأن القضاء على نسبة الأمية في البلاد بلغت في الوقت الحالي لأكثر من 80% بموجب البرنامج الموضوع عام 2000 لتخفيض نسبة أمية الكبار إلى ما بين 15 إلى 10%. هذا ويحتفل باليوم العالمي لمحو الأمية للمرة 21 على مستوى البلاد، 57 على مستوى العالم. قامت حاكمة إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرة أبرهة بعقد سيمينارات لمسؤولي الفروع والأقسام ومدراء الضواحي والأعيان وموظفو الحكومة وغيرهم في مديريات قلعلو وفرو ومصوع حول الأوضاع الراهنة في البلاد. وأوضحت السيدة أسمرة أبرهة في السيمينارات المنتظمة في الفترة من 2 وحتى 7 سبتمبر الخلفية التاريخية للهوية الوطنية والتحديات، وكذلك النظر المرير الذي خيض لمواجهة تلك التحديات والثمن الباهظ المدفوع لمواجهتها عبر مراحل، مشيرة إلى استمرارية العدائيات الموجهة ضد الشعب الإريتري، مناشدة المواطنين لرفع وعيهم والعمل المتفاني لإنجاح برامج التصدي والتنمية الشاملة. وأكد المشاركون جاهزيتهم للعمل المتفاني والمضاعف من أجل إنجاح البرامج التنموية، مناشدين القيام بعمل جاد لتفعيل البرامج التنموية المبشرة في وقت وجيز. كما بحثت الحاكمة مع الخبراء والجهات المعنية حول مشروع مياه منطقة بادف ومديرية قلعلو. بالإضافة إلى ذلك تفقدت حاكمة الإقليم السيدة أسمرة أبرهة أعمال الصيانة الجارية للطريق الترابي الذي يربط بين مديريتي فورو وقلعلو، وتبادلت الأفكار والمعلومات مع العاملين في أعمال الصيانة. أعلن مكتب التعليم في الإقليم الأوسط في التقييم الذي أجراه تنفيذ مهام مرضية في العام الدراسي 2021-2022 رغم وجود قصور وجوانب تحتاج للتحسين. وبحث الاجتماع الذي عقد في 3 سبتمبر التقارير المقدمة عن المميزات والخطوات المتخذة لتصحيح أوجه الضعف والبرامج المستقبلية.
وأوضح مسؤول المكتب الأستاذ بلاي أبتقابر وجود 325 مدرسة في الإقليم الأوسط نصفها تقريبا توجد في الريف، مشيرا إلى وجود برنامج لبناء مدارس جديدة. وأكد على ضرورة تحسين النظام التعليمي ووجود كتب كافية وتدريب المعلمين وإدارة جيدة لتأمين كفاءة التعليم. وغيم الاجتماع بعد المناقشات التي أجراها على التقارير المقدمة أهمية تقوية مشاركة المرأة وقضية الانضباط والنظام ونتيجة امتحانات الشهادة المتوسطة وخفض كل جوانب الهدر وتعليم لغة الأم وتحسين مستوى التعليم وانتشار التعليم المسائي وتطوير المدارس ومنهج ممركز لمراكز التدريب الخاصة. وذكر حاكم الإقليم الأوسط السيد فساي هايلي والمدير العام لقسم تنمية القدرات البشرية في وزارة التعليم السيد بطرس هيلا مريم أن مهنة التعليم تحمل مسؤولية كبيرة، منادين منح الاهتمام الكبير لنوعية التعليم وتنمية ثقافة القراءة وتعليم لغة الأم. خرج الاتحاد الوطني لشباب وطلبة إريتريا فرع أقليم عنسبة في 4 سبتمبر 231 شابا تلقوا تدريبا مهنيا في مختلف المجالات تتراوح فترتها ما بين 3 إلى 6 أشهر. واشتملت الدورات المهنية المقدمة نظريا وتطبيقية على المحاسبة والتصوير والمونتاج والجرافيكس وتقنية الحاسوب وتصفيف الشعر والطهي والموسيقى والرقص والدراما وتأليف الأفلام الكتابية وكذلك الإنتاج الدرامي والأفلام. وقال مسؤول الفرع الشاب أزازي برختها في مراسم التخريج التي جرت في قاع السارينا هوتيل أن الهدف من الدورات المنتظمة هو رفع إنتاجية الشباب في مكان العمل وتهيئة فرص العمل. وناشد رئيس الاتحاد الوطني للشباب والطلبة السيد صالح أحمد دين الشباب تنمية المعرفة المكتسبة بالعمل التطبيقي وتطوير ذاتهم ومجتمعهم. وقال حاكم إقليم عنسبة السفير عبد الله موسى أن الشباب هم عماد الوطن ومستقبلها المشرق، وعليهم الاستفادة جيدا من الفرص التأهيلية والتعليمية المتاحة وتسخيرها في مصلحة المجتمع وتعزيز مساهمتهم في التنمية والإعمار الوطني وتطوير إنتاجيتهم. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. قالت وسائل الإعلام الرسمية السورية أن هجوما إسرائيليا استهدف مطار حلب الدولي وأخرجه عن الخدمة. وأشارت إلى أن الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ إسرائيلية وأسقطت عددا منها، وذلك في ثاني هجوم من نوعه خلال أسبوع. وقالت وزارة النقل السورية أن مطار حلب خرج عن الخدمة نتيجة الهجوم الإسرائيلي وتم تحويل رحلاته إلى مطار دمشق. وكانت وسائل الإعلام الرسمية السورية ذكرت أن الهجوم الإسرائيلي على المطار أدى إلى وقوع أضرار مادية بمهبط المطار، في حين لم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية. وهذا ثاني هجوم من نوعه في أسبوع، إذا قالت وسائل الإعلام سورية رسمية أن إسرائيل استهدفت مطار حلب بالصواريخ يوم 31 من أغسطس الماضي، مما تسبب في وقوع أضرار مادية. كما استهدف مواقع أخرى في دمشق وريفها. وسبق أن خرج قصف إسرائيل مشابه مطار دمشق الدولي من الخدمة قبل أن تعمل السلطات المعنية على إصلاحه. رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن فكرة تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب، وذلك أثناء رد مقتضب للصحفيين لدى وصوله إلى البيت الأبيض. وظهر بايدن في مقطع فيديو وهو يدخل إلى البيت الأبيض، وقامت إحدى الصحفيات بطرح سؤال عليه حول تصنيف روسيا كدولة راعية للإرهاب. وكانت قضية تصنيف موسكو كدولة راعية للإرهاب من أبرز مطالب أوكرانيا في 24 من فبراير من العام 2022. أعلنت تايوان أن مسيرة استطلاع عسكرية صينية دخلت منطقة الدفاع الجوي التابعة لها في آخر عملية توقل تأتي على واقع توتر العلاقات بين الطرفين. وعبرت المسيرة إلى جنوب غرب ما يعرف بمنطقة تمييز الهوية لأغراض الدفاع الجوي التايوانية رفقة 8 طائرات حربية صينية. وأرسلت الصين الشهر الماضي سفنا حربية وصواريخ ومقاتلات إلى المياه والأجواء المحيطة بتايوان في تدريبات اعتبرت الأكبر والأكثر عدائية منذ منتصف التسعينات القرن الماضي. وتأتي عملية التوقل بعدما أسقطت القوات التايوانية مسيرة تجارية غير محدودة الهوية على جزيرة صغيرة قبالة البر الرئيسي
الصيني. قتل 12 شخصا وجرح 11 آخرون في حريق في حانة للكروكي في بينا دوانغ بالقرب من مدينة هوشيمينا بجنوب فيتنام، حسب ما ذكر مسؤول محلي لوكالة فرانس بريس. وقال المسؤول أن فرق الإنقاذ موجودة في الموقع للبحث عن ضحايا، موضحا أنه لم يتم تحديد سبب الحريق والتحقيق جاري. ودمر الحريق الطابقين الثاني والثالث في المبنى المؤلف من 4 طوابق، بينما حاصرت النيران الموظفين والزبائن في داخله، حسب ما أفادت إحدى وسائل الإعلام الرسمية. وهو الحريق الذي يتسبب في سقوط أكبر عدد من القتلى في فيتنام منذ حريق في مبنى سكني في مدينة هوشيمينا في عام 2018 أودى بحياة 13 شخصا. تذكير بأهم العناوين مجددا. وزارة التعليم تدعو لتشجيع وحفظ الإنجازات المحققة ببرامج محو الأمية. حاكم إقليم شمال البحر الأحمر تعقد سيمينارات للمواطنين. تدريب الشباب في إقليم عنسبة بمختلف المهن. قصف إسرائيلي يستهدف مطار حلب ويخرجه عن الخدمة. بايدن يرفض تصنيف روسيا كدولة راعية للإرهاب. ضغوط الصيني بأجواء تايوان ومسيرات متطورة تدخل خط المواجهة. وصلنا إلى ختام النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإربية. في أمان الله.